والسلام عليكم متتبعين ديالي زوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي، بصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد مع وصفه جديده، وصفه اللي كيحماقوا عليها الصغير والكبير. طريقه تحضير القروص او القراشل على حسب الناس، كل منطقه وشنو كيقولوا ليهم. هنايا كما قلت لكم هذا الفيديو اللي هو غزال كيجيو تبارك الله قطنيين وناجحين 100%. اللي ما كيصدقش معاهم القروص، هذا هو الفيديو ديالكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتطلعوا الاكثر مشاهده باذن الله، وتوصلوا الاكثر يعني ليفي مشاهده بحول الله. وخليكم مع الفيديو ان شاء الله وطريقه التحضير، ونبداو على بركه الله. هنا خديت البول ديالي، هنا نعطيكم المقادير مضبوطه يعني 100%. هنا الكاس الاول ديال الماء اللي كيكون دافي، هنا نضيف كذلك كاس الثاني ديال الماء. كما قلت لكم راه المقادير مضبوطه. هاد الكميه لا نحضر معكم ان شاء الله بهاد المقادير. الا بغيتوا تضاعفوا الكميه كتضاعفوا حتى الكميه ديال المقادير ديالكم. معلقه صغيره عامره ديال الخميره ديال الخبز كما كتشوفوا. نص كاس يعني ما عامرش، نص كاس البنات ديال العنبه ما عامرش ديال السنيده. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان ونوريكم طريقه التحضير كذلك. هنايا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه البنات، الزيت الروميه. كما قلت لكم جوج كيسان ديال الماء دافي، معلقه صغيره يعني عامره ديال خميره الخبز، نص كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الزيت، ساشي ديال الفاني. هاد القروص البنات او القراشل كيجيو غزالين ولداد ومن السمينه البنات. غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالهم خطوه بخطوه، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر باذن الله. هنا غنضيف 4 معالق او نص معلقه صغيره ديال الساشي ديال الزهره البنات، اللي كتعطي فيها واحد المذاق اللي هو غزال وبنينه البنات، كتجي لذيذه وزوينه ان شاء الله. غادي تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان المكونات مع بعضياتهم تينسجموا مع بعضياتهم باذن الله، ورجع معكم ان شاء الله ونكملوا طريقه المكونات. هنايا نضيف كاس الاول ديال الدقيق اللي كيكون من قبل مغربل مزيان. والدقيق البنات ضروري يكون ممتاز، يعني كيجي غزال وزوين. الدقيق البنات كما كنقول لكم، الى من تغربلوه غربلوه مزيان حيت كيكونوا فيه هذوك الحبيبات. هنايا ضفت 3 الكيسان كما وريتكم في الفيديو البنات. راه ما سرعتو لكم ما حتى شي حاجه، مشيت معكم خطوه بخطوه باش ننجح معكم حتى نتوما من اول استعمال ديالكم باذن الله. هاد القراشل كيحماقوا عليهم يعني الضياف ديالي، وحتى نتوما غادي ان شاء الله يحماقوا عليهم. اون فوا غادي يذوقوهم البنات كيجيو غزالين وزوينين. كذلك يمكن لكم تستعملوهم في العيد، تستعملوهم في الاعياد كما قلت لكم. اي مناسبه البنات كيجيو غزالين، في الفطور ديال وليداتكم المدرسه، اللي عجبكم. كذلك حتى الا جاو عندكم ضيافكم كيجيو غزالين وزوينين. كما قلت لكم هنا من بعد ما ضفت 3 الكيسان الاولين، خلطتهم مزيان مزيان غير بالطراب اليدوي. ضفت قبيصه الملح لتصحيح الذوق. هنا ضفت كذلك كاس الرابع ديال الدقيق كما كتشوفوا. غادي نبقى مستمره في التحريك تينسجموا المكونات مع بعضياتهم كاملين، ونبقى معكم في الفيديو طريقه التحضير خطوه بخطوه. هنايا كما وريتكم نافع البنات وحبة حلاوة اللي كيكونوا منقيين من قبل، غادي نخلطهم مع المكونات ديالي ورجع معكم بحول الله. كما كتشوفوا من بعد ما يعني خلطت مزيان في المكونات، انا ضفت الكاس الخامس. يعني نتوما غادي تشوفوا القياس ديالكم، وهذا يعني هاد القياس البنات راه مضبوط 100% ناجح. البنات جربوا ان شاء الله وغادي ينال الاعجاب ديالكم. انايا غنخلط بايديا مزيان مزيان حيت ما كاين ما احسن من ايدينا البنات في التخلاط. كتعرفوا القياس ديالكم، وضروري من هاد المرحله كديروا بحال الطريقه ديال السفنج كما كتشوفوا باش يجيكم خفيف وقطني وزوين. هاد البريوش البنات بدون حليب بدون بيض، كيجي غزال وزوين بدون تعقيدات، غير بالماء دافي البنات. وجربوا على الطريقه ديالي بحول الله وغادي ينال الاعجاب ديالكم. هنايا كما قلت لكم، هنايا هاد العجينه دات معايا 6 الكيسان ديال الدقيق. صافي غادي نخليها تخمر. وهنايا دهنتها بالزيت، غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر. ما تخمر نرجع معكم بحول الله. شو تبارك الله بعد ما تضاعف الحجم ديالها خليتها نص ساعه. قد ما خليتوها تخمر
تخمر قد ما تخليوها ان شاء الله كما قلت لكم، قد ما تخلوها تخمر قد ما كيضاعف الحجم ديالها، كتجي مفشفشه من الداخل وغزاله وقطنيه وناجحه 100%. صافي هنا نفرغ هذاك الهواء ديالها او الغاز. على هاد الطريقه هادي شو تبارك الله الفقاعات هنا كنوريكم بايديا يعني ناجحه 100%. هنايا قسمتها يعني كويرات اللي هما متساويين على هاد الطريقه هادي، يعني قرصات كما كتشوفوا كيجيو غزالين مفشفشين يعني وناجحين 100%. والعجينه البنات يعني خدموها كما وريتكم في الفيديو. هنا في سطح العامل رشيته بالدقيق على هاد الطريقه هادي، وغادي نقاد فيه يعني القرصه ديالي على هاد الطريقه، غير كدهنوا غير واحد شويه بالدقيق، ومن بعد من كتقادوها راه كتسوسوها مزيان مزيان بالدقيق، يعني كتقرصوها غير شويه البنات. صافي غادي نبقى مستمره على نفس الطريقه حتى نسالي ان شاء الله القرصات كامل اللي عندي ونرجع معكم بحول الله. كما قلت لكم كتضيفوا يعني غير شويه دقيق وكتقرصوها مزيان صافي، داك الدقيق كتحيدوه منها من الفوق وكتحطوه في اللاطات ديالكم. اللاطات البنات دهنتهم بواحد شويه ديال الزيت على هاد الطريقه هادي. تبارك الله جاتني هاد الكميه اللي هي زوينه وغزاله، وغادي نوريكم الطريقه ديال الدهن ديالهم. هنايا في الدهن ديالهم البنات خديت صفار ديال البيضه على هاد الطريقه هادي، وربع يعني معلقه صغيره يعني ربع ديالها ديال الخل، وكذلك غادي نطربهم مزيان وضفت عفوا حتى قهوه سريعه الذوبان. هنايا خليتهم يخمروا مزيان صافي، غادي ندهنهم من بعد ورجع معكم بحول الله. من بعد ما خليتهم يخمروا يضاعف الحجم ديالهم وغطيتهم مزيان حتى خمروا ضاعفوا الحجم ديالهم، ودهنتهم ورصيتهم هنايا بالزنجلان اللي كتشوفوا على هاد الطريقه هادي. كيجيو قرصات اللي هما غزالين وزوينين، قراشل اللي هما بلديين وزوينين. طريقه التحضير ديالهم نخليهم يطيبوا من الفوق. العافيه ليا مهيله ورجع معكم باذن الله. شو تبارك الله ما شاء الله. من بعد ما طابوا عفوا نوريكم طريقه التحضير ديالهم غير مشات ليا في الفيديو. طريقه البنات ديال التحضير ديالهم، هنايا انا كنخدم بالفران يعني ديال الضو، خليته غير من التحت تسخن مزيان مزيان، طفيت الفوق وخليتهم يطيبوا غير من التحت كيبقاو يتنفخوا مزيان مزيان. عاد طلعتهم الفوق وشعلت عليهم الفوق وطفيت لتحت البنات صافي. من بعد ما كيطيبوا كيجيو على هاد الطريقه هادي، كيجيو مفشفشين وقطنيين ومذهبين ولذاذ البنات. هذيك الجهه البنات غير مع الفران شد لي واحد شويه وكاين ماشي مشكل، جاو غزالين ومذهبين كيجيو مفشفشين البنات كما وريتكم في الفيديو، ناجحين 100%. جربوهم ان شاء الله وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي كثروا من الاعجاب لسبسكرايب وبارطاجيو بما امكن مع الحباب والصحاب ديالكم. طلعوا هذا الفيديو لاكثر مشاهده بحول الله. كثروا من الاعجاب لسبسكرايب وبارطاج مع الحباب والصحاب ديالكم. واللي جربت الوصفه ديالي واللي عجبتها الوصفه ديالي تشارك معايا في الكومنتير كيف جاتها. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده بحول الله.